الراجل اللي جنبي ده واحد من اذكى الشحاتين اللي شفتهم في حياتي. الراجل ده بيقف كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 12 ومن الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 11 بالليل. بيقعد ساعتين بس راحة في النص وبعدين بيشتغل طول اليوم واقف زي كده لابس القناع بتاع توت عنخ آمون زي ما انتم شايفين، عامل نفسه ان هو موميا فضي. ناس من جميع انحاء العالم بيجوا هنا بيدوا له فلوس طول النهار. كسب مبالغ كبيره جدا، احنا متابعينه بقالنا كذا يوم، كل يوم بيجي في مواعيده بالظبط الصبح وبالليل. الناس كل واحد جاي يروح رميله في الكاس اللي هو حاطه على الارض ده فلوس. اول ما يحطوا له فلوس يروح ينحني ليهم او ان هو يحرك دماغه يمين وشمال. حاجه بجد جميله جدا جدا جدا. ازاي الواحد يفكر بره الصندوق، ازاي الواحد يفكر ازاي يبقى مبدع، ازاي يعمل حاجه جديده مختلفه. ناس هتلاقيهم ملمومين حواليه طول اليوم. والراجل ده عرف يكسب ازاي ببساطه شديده، ازاي عرف يكسب كويس جدا من حب الناس الشديد لمصر. عارف ان هو حاجه لبسها او شكل لبسه كل الناس عارفاه باختلاف جنسياتها. كل الناس عارفه طبعا المصريين والفراعنه وتوت عنخ آمون.